صباح الخير، صباح الورد، صباح الياسمين لأحلى متابعين. هاي على القافية كمان. إن شاء الله يا رب تكونوا بألف خير وأنتوا عم تشاهدوا هذا الفيديو. اليوم عاركة عيوني على الشغل، يعني اليوم ما هديت بالمرة. حتى هلأ أنا وقاعدة بالسهرة بالليل عم منتج لكم فيديو اليوم نفسه. يعني هي بحياتها ما صارت إني صور الفيديو ومنتجه بنفس اليوم. فلهيك بدي منكم تحطوا لي لايك وتحطوا لي تعليقات كتير حلوة وتعملوا لي مشاركة للفيديو كمان. مثل ما شايفين فقت الصبح وكان البيت شوي مكركب بالمطبخ لأنه كنت تعبانة قبل بيوم جاية من سفر وما قدرت ساوي. وفاجأني جوزي إنه عازم رفيقه لعنا، وطبعا 100 أهلا وسهلا، ما فيني أرفض له طلب بالمرة. بلشت فورا بتنظيف المطبخ مشان نبلش مع بعض بالمحاشي. بتعرفوا أكلة المحاشي بدها شوية شغل ووقت. مثل ما شايفين بلشت تنظيف. هلأ معكم رح نظف ورح أطبخ ورح نعمل كل شي مع بعض. أنا كتير بحب اليوم اللي بصحى فيه بالشتاء وبلاقي الشمس طالعة، عن جد يعني هي أحلى شغلة، لأنه لما بفيق وبلاقي الشمس مو طالعة بحسه يوم هيك شوي حزين ومظلم. يعني بحس حالي مالي نفس لا أقوم أشتغل ولا أعمل شي. سبحان الله الشمس بتحمسنا، بتعطينا طاقة، بتعطي جو حلو للبيت ولنفسيتنا حتى. نحن هون بمصر الحمد لله الشمس يعني قليل ما تغيب. يعني في أيام بتكون باردة والشمس فيها غايبة، بس أيام قليلة كتير. غالبا بتكون الشمس طالعة وبقوة كمان. يعني حتى بالشتاء بتكون الشمس قوية، ما فيكم تنزلوا توقفوا تحت أبدا. عندي رفقاتي بألمانيا يعني ببلاد برا بيقولوا لي إنه أغلب الأيام عندهم بالشتاء ما في شمس. فعن جد بحس إنه الله يعينهم. يعني أنا ما بحسن في الصبح وما لاقي الشمس طالعة، عن جد بكتئب. فهيك سبحان الله كل بلد وإله جوه. أنا كتير كتير بحب في ولاقي الشمس طالعة. أنتوا قولوا لي كمان شو رأيكم بهذا الموضوع بالتعليقات. في عالم بتحب الأيام هيك الرومانسية الشتوية الدافية. يعني سبحان الله كل بني آدم وإله جوه. مثل ما شايفين هون عم بجلي الجليات معاكم مشان هيك حمسكن شوي وتحمس أنا كمان. حاولت قد ما بقدر إنه خلي الفيديو تكون مدته قصيرة حتى ما تملوا منه، وهيك منتج لكم إياه بطريقة سلسة لحتى يعني يكون وقته قليل ويكون حلو يعجبكم إن شاء الله يا رب يعجبكم. إذا مفكرين إنه خلصنا فناجين قهوة بتكونوا غلطانين، لا لسه في. يعني اللي بيشوف هذا الفيديو بيقول مستحيل هالجماعة عايشين على القهوة. عن جد نحنا كتير بنشرب قهوة، يعني لازم بالنهار مثلا 3-4 مرات الصبح وبقلب اليوم والمساء لازم نضل عم نشرب قهوة. وطبعا بدون شك يعني بتضل القهوة هي الوحيدة اللي بتعدل مزاجنا باليوم كله. عن جد سبحان الله. يعني أنا النهار اللي بيكون فيه ما عندي قهوة بحس مودي كله مو تمام، بتعكر. وشو رأيكم انتو؟ أكيد كلياتنا متفقين على هذا الموضوع. هون كان عندي هيك شوية فريز طريانين، أكلنا الصحيانين منهم وضلوا هدول، فنقعتهم شوي وحبيت أعملهم ياهن للولاد كوكتيل. وهلأ رح نغسل مع بعض الخضرة للمحاشي. الخضرة ما شاء الله عن جد كانت بتشهي، لونها بياخد العقل، يعني بيشهي الشغل والأكل كمان. هلأ رح نبلش نحفرهم مع بعض. في فيديو أنا عملته قبل ورجيتكم طريقة سهلة كتير لحفر الكوسة، واللي هي إنه نحط ملح على الكوساية وبعدين نحفرها بتكون هيك طريت وما بتلبكنا بالحفر. بس الكوسة عندي هون ما كانت قاسية، يعني كانت هي أصلا هيك طرية وسهلة، كان الحفر تبعها كتير سلس، فلهيك ما اضطريت حتى إني حط عليها ملح.
والغسيل بالمي السخنة حسيته انه هيك خلاها تطرى شوي صغيرة تدبل، يعني تصير اسهل بالحفر. بعد ما بردت وتلجت بالمطبخ وأنا واقفة قررت أخذ الكوسة والباذنجان وأحط بالغرفة جنب الدفاية وكمل حفر. مثل ما شايفين هون خلصتهم كلياتهم الحمد لله، كانوا كتير ميسرين، وولادي كانوا عم ينقوا بدهم كوكتيل، فتركت شوي الشغل بالمحاشي وعملت لهم الكوكتيل. حبيت أورجيكم شلون بعمل الكوكتيل. طبعا أكيد كلياتنا بنعمله بطريقة طيبة وظريفة، وكل واحد سبحان الله إله لمسته بالشغلات اللي بيعملها. أنا بعمله هيك على طريقتي، بحط له شوية سكر يعني معلقة صغيرة تقريبا، وبحط كمان بحب حط معاه فانيليا. طعمة الفانيليا كتير طيبة وبتعطي نكهة طيبة كمان. هيك رشة صغيرة يعني ما بكتر فانيليا، بس رشة صغيرة حتى تعطيه طعمة طيبة. الهاند بلاندر دائما بتحب تعمل لي اكشن بالفيديوهات، ونص الشغل بتحب تفلت. دائما بتصير معي هاي الحركة سبحان الله، بس انا وعم صور الفيديو، يعني لما بكون عم بشتغل فيها وما عم صور بتكون ما احلاها. بس هيك وهو مثل ما شايفين كمان طالعت ورق العنب وسلقته او فورت عليه. نحنا بنعمل حشوة الكوسة غير حشوة اليبرق، يعني الاختلاف الوحيد يلي بتختلف عنه حشوة الكوسة عن حشوة اليبرق انه بنحط لها كمون، ولا هي نفسها ذاتها. بنحط ملح وفلفل وبنحط عصفر ودهنة ولحمة ومعلقة سمنة صغيرة ورشة زيت صغيرة مثل ما شايفين. بس الكوسة بنزود لها معلقة كمون. حاولت قد ما بقدر مثل ما قلت لكم اني اختصر الفيديو. رح احط شوي من لب الكوسة بقلب الرزات. هاي الطريقة متعلمتها من امي الله يذكرها بالخير يا رب. بتفرم هيك شوي من قلب الكوسة وبتحطه بالرز، بيطلع الرز مفرفد ومفلفل كتير كتير، بيطلع بشهي. فدائما بعملها هيك على طريقة امي الله يذكرها بالخير يا رب ويخلي لكم امهاتكم. مثل مو شايفين هون حطيت مي على النار، ملحتها، زبطت الملح، وكمان حطيت لها مية بندورة او دبس بندورة. نحنا بنقلها مية بندورة، انتو شو بتقولوا لها؟ اكتبوا لي بالتعليقات شو بتقولوا عليها. تركتها تغلي لبين ما انا احشي الكوسة والباذنجان لحتى هيك تتعقد شوي وتصير طعمتها اطيب. سبحان الله هي الأكلات ما في أطيب منها بالشتاء، خصوصي أنا عندي البيت صغير، يعني لما بحطها على النار على قد ما بتطول وهي عم تغلي المي تبعها بلاقي البيت كله دفي، يعني بندفي البيت وبناكل أكلة طيبة، اثنين بواحد. هون كمان حاولت أختصر لكم الفيديو، يعني حشيت هيك كم كوساية ووقفته ورجعت رد حشيت شوي من الباذنجان. يعني هلأ أنا عم بتفرج على الفيديو عم أقول عن جد يا ريت الواقع بهالسهولة وبهالسرعة اللي أنا هلأ شايفتها.
يعني الفيديو سلس وسريع، بس الواقع كان عن جد غير هيك، كان متعب، تعبت بهذا اليوم، يعني من الصبح لهلأ ما هديت. بس سبحان الله كل التعب هاد إلنا أجر وثواب عليه، ما في تعب بنتعبه ببيتنا، على عيلتنا، على أولادنا، على أي شي، كله بثوابه. وكمان نستمتع، يعني نحنا بنستمتع ونحنا عم نشتغل. يعني سبحان الله إذا الوحدة بدها تضل قاعدة طول النهار شو بدنا نساوي؟ يعني هي الشغلات كلها متعة، خصوصي إنه أنا بحب الطبخ، بحب الفوتة على المطبخ، فهي الشغلات كلها متعة بالنسبة لإلي. مثل ما شايفين علقت على المحاشي ورجعت هون لورق العنب، طبخت كل شي لحال لحتى ما تتضارب النكهات عندي، لأن مثل ما قلت لكم كل شي له حشوة شكل. انتي منكم تخبروني إذا حبيتوا هيك نوع من الفيديوهات والروتينات وهالقصص، لحتى أتشجع أنا كمان وأعمل لكم أكتر وأكتر. مثل ما شايفين بعد ما لفيت اليبرة، شو ما بدكم بتحطوا تحته، يعني هاي الشغلات خيارية اللي موجود، ما في شي كمان فينا نعمله بدون شي تحته. مثل ما شايفين عملت الكمية قليلة لأنه كمان كنت عاملة كوسة وباذنجان وما بدي كتير الأكل يزيد عندي، فهي الكميات كانت جدا مناسبة، وسبحان الله يعني كفت وزيادة الحمد لله. إن شاء الله صحة وهنا لكل مين أكل ولكل مين تفرج. مثل ما شايفين الطنجرة على قد مو صغيرة، حاولت أحط عليها تتقيلة ما كنت لاقي. وهي بعد ما استوى عندي الكوسة والباذنجان صار وقت المكافأة بقى. طبعا كلياتكم صرتوا تعرفوا شو المكافأة اللي بكافئ فيها حالي، فنجان القهوة، أحلى مكافأة بعد هالشغل وهالتعب، بيستاهلوا. وهيك كان شكل صفرتي النهائية. إن شاء الله يا رب الفيديو يكون عجبكم، لا تنسوا تعملوا لي لايك وشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.